في تصريح حصري ردت اليابان على إقحام البوليزاريو في الاجتماع الياباني الإفريقي تيكاد في طوكيو، وذلك بالتذكير بوضوح وبشكل رسمي بأنها لا تعترف بالكيان الوهمي، وأن إقحامه لا يغير شيئا في موقف اليابان. ومن خلال محاولتهما الشاردة لانتزاع اعتراف المزعوم من اليابان، حصلت الجزائر وجبهة البوليزاريو على العكس تماما، إعلان رسمي من السلطات اليابانية يؤكد أمام كل إفريقيا والعالم أجمع بأن اليابان لا تعترف بهذا الكيان، وأن إقحامه في المؤتمر لا يغير موقفها في شيء. وكان عنصر من ميليشيات البوليساريو بغطاء وحماية من الجزائر قد تسلل أمس بهوية مزيفة وجاوز سفر جزائري إلى قاعة اجتماعات تحضيرية لمؤتمر طوكيو حول التنمية في إفريقيا، المعروف اختصارا باسم تيكاد، والذي تحضره فقط إلى جانب اليابان الدول الإفريقية العضو في منظمة الأمم المتحدة، وذلك في محاولة من هذه العصابات لتوريط اليابان في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، علما بأن دولة اليابان لا تعترف بالكيان الوهمي لميليشيات البوليساريو، ولا توجه الدعوة لاجتماعات تيكاد سوى للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. وقد عمد القياد الانفصالي إلى الدخول إلى قاعة الاجتماعات على أساس أنه من الوفد الجزائري، غير أنه وفور دخوله وجلوسه على طاولة الاجتماع أخرج يافطة من محفظته كتب عليها اسم الجمهورية الوهمية في تندوف، وهو ما أثار احتجاج الوفد المغربي الذي رفض هذا الأمر وطالب بإزالة اليافطة قبل أن تتدخل الخارجية اليابانية التي أكدت على مسامع الحضور أنها لم توجه أي دعوة للبوليزاريو للمشاركة في الاجتماع. سمعتي ايش قالت؟ قالت مباشرة دخلت الخارجية اليابانية التي أكدت على مسامع الحضور. Entity, we would like to avoid such kind of discussion and to hinder the proceedings. Well, we have to respect the different disparity of opinions, and we would like to achieve the expected result. So we would like to have constructive and smooth discussions to achieve a good result. Thank you for your cooperation, and also the presence of the entity which is not recognized as a nation, that does not have any impact on our stance as a country of Japan.